سلام عليكم. موضوعنا اليوم شباب على الباق، وقبل ما ندخل في صلب الموضوع بربي رسالة هذه موجهة لأي مقدم تاع أخبار. بيكم تكتبوا برشا يا أخي جماعة الأخبار وتحسهم يكتبوا بالمشل. كيفاه؟ شوفوا مع بعضنا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار. فقد تحصلت لجاني على 21.05 معدل في سنة البكالوريا، بالرغم أن حالته المادية لا تسمح له بالدراسة. A few moments later. كما تميزت لجاني بذكاء غير طبيعي. ومن نشرة أخبار ننقل لكم لجاني. السلام عليكم. ساعة كيفاش نجمت بربي تجيب 21 معدل؟ تعرف صديقي الفضل الكل للعائلة، هما اللي يشجعوني على القراية. كنت مبطلت سنة 7 وبربي شنو اللي خليك تنجم تقرا رغم ظروفك المادية الصعيبة؟ والله نترى ساعة ننطر في السونترفي، وبعد ما ضمنت مستقبلك رسالة تحب توجهها للرئيس. يا سيد الرئيس، الشباب التونسي كلها راهو حاب يحرق ساعة، حطها في مخك نقطة وارجع للستر. وبربي ديديكاس لحما وعصام من أحسن نطارة في تونس، وإن شاء الله نعمل كارير كيما كنتوا تشوفوا شباب. بين نجح من الكيت أول حاجة، والله لا عاد عندي شو نقول. وبربي نحب نفهم حاجة، علاش ما يهبط عليكم الكذب كان كذا قاعد بحذا باب يا أخي؟ تعمل فيها بالعاني، والكذب راهو مش كان في الأخبار، موجود حتى في فيسبوك. أول حاجة تلقاه مهبط حبيت نفرح كيلو ميمة، أما خسارة على البعض وهو مدوب البربع معاد. ومرة من المرات حبيت نشوف شكون السيد هذا، حليت البروفيل نتاعو طلع شكون ظهر الخوت ليجاني. الله لا تربحك، لا أنت لا تليجاني، قص عليا بربي قص على ما عادش حاب نصور.